الإنسان مخلوق فريد من نوعه في مقابل المخلوقات التانية، والاختلاف مش بس عن باقي المخلوقات الحية من غير جنس الإنسان، ولكن بين الإنسان وأخوه الإنسان، عشان في فروق فردية بينهم في طريقة التعامل مع الأحداث الحياتية وتفسيرها، وفي اختلافات في الأفكار والمعتقدات والاتجاهات. ففي اللي بيبص للأفكار الجديدة كمصدر للتقدم والتطور، فيقبل منها اللي يتفق مع بيئته ومعاييره وقيمه الاجتماعية. في بقى اللي بيرفض وخلاص هو مش فاهم حاجة ويتشبث في معتقداته. وفي اللي بيقبلها على طول كده من غير فلتر، من غير ما تعدي على العقل أو المنطق أو حتى معاييره هو. وده عرضة للانحراف الفكري وغسيل المخ بسهولة، وممكن يحصل له انحراف أخلاقي، وممكن يعمل أي مصيبة أو جريمة، وده سبب للإرهاب والتطرف اللي بنشوفه اليومين دول. وفي اللي بيرفضها ويقدم إثبات منطقي على خطأ الأفكار دي. على سبيل المثال، في موقف أنت بتمر بيه ولو ما مريتش بيه هيجيلك، ما تقلقش. أما تتكلم مع حد كبير في السن شوية، ساعات تقول له حاجة ما يكونش مقتنع بيها ومصمم على رأيه، على أساس خلفيته أو موقف حصل معاه من زمان. وطريقة تعاملك مع الموقف ده بنسبة كبيرة هتكون مختلفة عن طريقة تعامله هو زمان، غير التكنولوجيا والتقدم اللي احنا فيه حاليا. ففي فرق طبعا، لازم هنا يكون في ليونة. تعالى بس نعرف مظاهر الجمود الفكري. تعرف الشخص اللي قدامك هو كده ازاي؟ يبقى عنده رفض سريع لأي دليل أو حجة أنت بتقولها له، ويبعد عن أي مناقشة تتعارض مع أفكاره وآرائه. وتلاقيه عنده نظرة جدلية للأمور، بمعنى إنه لا إما أبيض لا إما أسود، مفيش حل وسط عنده. وعنده انغلاق وجمود ذهني على معتقداته وقيم معرفية خاصة بيه. وتلاقيه منطوي وعنده اندفاعية وعدم مرونة. من الآخر ما تستريحش معاه في الكلام. وتلاقيه بيهمل الأشخاص اللي بيخالفوه في الرأي. وفي شغله بيبقى عنده قلة كفاءة إنتاجية بسبب إنه مش متابع الإمكانيات أو الأدوات الأحدث اللي ممكن تساعده في شغله. طب إيه أسباب الجمود الفكري؟ منها ضعف البصيرة وعدم الإلمام الكامل بفقه الحياة اللي ما بتقفش. واقف محلك سر ويحاول يفرض رأيه بالعافية على جماعة هو منها، ومش عايز كلام حد تاني غيره يمشي. وبرضه من ضمن الأسباب الجهل، والسبب المهم وهو التربية. في فترة من الفترات بتيجي على الطفل بيفضل يسأل كتير عن أي حاجة يشوفها تقريبا. من الأخطاء المنتشرة إننا بنمنع الطفل من التساؤل عن ماهية الأشياء. كل ما يسأل عن حاجة أبوه يزهق ويقول له ادخل اقعد في أوضتك. لو عايز تبعد عن داء الجمود الفكري لازم يبقى عندك حراك فكري، وما يبقاش عندك ضيق أفق. افضل اتعلم ودور واسأل. انت هتفضل تتعلم لحد ما تموت. استفيد بقى، ما انت كده كده عايش. لازم يبقى عندك انفتاح، بس ما تنساش قيمك ومعاييرك. خد منها اللي يناسبك. اقعد مع ده واقعد مع ده واكتسب خبرات، شوف أفكار جديدة، الدنيا بتتطور كل يوم. واحضر ندوات ومؤتمرات. المهم تطور من نفسك بأي طريقة انت عايزها. وأخيرا أحب أقول لك حاجة، خليك وسطي عشان ديننا وسطي، ولا يمين ولا شمال. واحسب أي حاجة قدامك بالعقل والمنطق، وما تنساش إنك كائن مميز. وزي ما قال الكاتب الأمريكي ميلتون روكش، العقل هو أداة بحث،